عندك باك 2025 وراك حاب تبدا تقرا ماده العلوم الفيزيائيه وما على بالكش البرنامج تاعها. اذا هذا الريل راهو موجه لك. برنامج ماده العلوم الفيزيائيه راح يكون مقسم الى 7 وحدات تعليميه لجميع الشعب العلميه. الوحده الاولى واللي هي المتابعه الزمنيه لتحول كيميائي، هي وحده معتمده 100% على المكتسبات القبليه. الوحده الثانيه واللي هي الميكانيك راح نقراو فيها دروس جديده، وكذلك راح نقراو بعض المكتسبات القبليه اللي كنتو شفتوهم في سنه ثانيه ثانوي. الوحده الثالثه هي وحده جديده لكم تماما واللي هي الكهرباء، راح نقراو ثنائي القطب ارسي واران. الوحده الرابعه معشوقه ومحبوبه التلاميذ واللي هي الاحماض والاسس، وحده سهله جدا. الوحده الخامسه واللي هي النووي، وحده سهله جدا ودائما تكون في مواضيع البكالوريا. الوحده السادسه واللي هي الاسترا، كذلك وحده نقدر نقول عندها علاقه بسنه ثانيه ثانوي في التسميه. والوحده السابعه رغم من نوصلوها واللي هي الاهتزازات كاخر وحده لسنه ثالثه ثانوي. نوعا ما البرنامج تاعكم راح يكون طويل شويه، لكن هذا لا يعني انكم ما تحصلوش على العلامه الكامله في ماده العلوم الفيزيائيه في بكالوريا.